انا شخصيا استقبلت كاس الدوري الانجليزي، الشامبيونز البريمير ليج، جه مصر هنا وكان معاه لعيبه عالميين، ورحت في فندق كبير وقدمت الكاس ده او الدرع الدوري الانجليزي ده يعني عادي، يعني مش قصه يعني وصول كاس وبتاع. يعني الكاس ده بيلف كاس العالم جنه هنا، واحنا ما كناش رحنا كاس عالم اساسا. تمام. وبالتالي لكن فكره بناء الاستاد هو ده الحدث الحقيقي والتاريخي. اما اجي اقول مثلا بنطق بقول حسام غالي ما راحش عشان زعلان وحصل موقف كذا كذا، حسام غالي ما راحش الاستاد وبتاع، يطلع الناس تنتقدني واللجان تنتقدني واللي اسمه فارس ده انت طب ما تقول يا فارس حسام غالي ما راحش ليه؟ كان ايه؟ كان راحت عليه نومه والمعروف بقاله 35 يوم معروف القصه والحكايه. لكن احنا بنقول حقيقه. فالحقيقه دي لو هي فعلا حقيقه وفي ناس مش عايزه تبينها، فبتطلع تشتمك او تتطاول عليك او تسلط اللجان عليك. وعايز اقول حاجه بس للجان. اللجان معروفه خلاص ومعروف مين بيحركها وكده، وشخصيات برضو حتى اللي بيشتغلوا بعض الاعلاميين شغالين لجان، العيال الصغيره دي شغالين لجان. فانا عايز اقول لهم حاجه بس، اما تبقى لجنه وتنزل بوست، ما ينفعش اللجان تنزل البوست زي ما هو. يعني انت ما بتيجي على صفحتك بتعبر عن رايك، بتعبر عن رايك او بتعمل شير، ماشي. لكن ما ينفعش الشير يكون موجود على كل لجان النادي بعينه بنفس المنطق بنفس الكلام. وما ينفعش الكلام واحد ينزل الكلام زي ما هو نازل في 100 صفحه، يبقى كده في اوردر، في اوردر اتقال نزل في نفس التوقيت، هشك على ده، اضغط على ده، دوس على ده عشان قال حاجه حقيقيه، هاجم ده عشان قال حاجه مش عايزين حد يعرفها. ما ينفعش. نمره 2، امبارح ما طلعت مع كابتن سيف زاهر. كابتن سيف زاهر يعني الناس عماله تقول الزمالك الاهلي هيتغلب، الاهلي يكسب 4، الزمالك ممكن يكسب، الاهلي ممكن يكسب الزمالك 4 عادي. هو الاهلي ممكن يكسب الزمالك 4 ليه؟ لان الاهلي افضل دلوقتي بكتير، سكواده افضل. بس انت عايز تنافسني ازاي؟ يعني انا عايز انافسك ازاي؟ انافسك بايه؟ بالفلوس؟ ما مش هقدر انافسك بالفلوس. طب هنفسك بايه؟ هنفسك بالعزيمه، بالاراده، بالروح، باداء اللعيبه جوه الملعب، بالدوافع. لكن هنفسك بالفلوس والسكواد بتاعك اقوى مني؟ ما هو السكواد بتاعك اقوى مني. انت عندك استقرار مالي، انا ما عنديش استقرار مالي. انت عندك فلوس ورفاهيه ان انت تجيب لعيبه كتيره جدا حتى لو انت مش محتاجهم وتقعدهم. انت جايب لعيب اسمه عمر الساعي ب 50 مليون جنيه، ما بتلعبوش. ممكن ينزل 10 دقائق ربع ساعه، ما بتلعبوش عادي. يعني انت جبت لعيبه اما اتعورت وممكن تقعد شهر شهرين، طلعتها بره السكور زي رضا سليم زي عطيه الله، ودخلت ناس مكانهم. معاك فلوس، فاهم؟ انت معاك فلوس كتير، انا معيش فلوس. فانا مطالب ان انا انافسك واجيب منك بطوله. اما انا خدت كزمالك خدت السوبر الافريقي منك، ده كان انجاز تاريخي. انجاز تاريخي. انت بتقول مثلا القاضيه ممكن، القاضيه انت في عملت انجاز تاريخي وفوز على الزمالك في نهائي افريقيا، وده شيء جيد يعني. لكن ما تيجي تقلل من السوبر الافريقي، انا السكواد بتاعي ايه وانت السكواد بتاعك ايه؟ وقبل ماتش السوبر الافريقي كان لعيبه الاهلي بتقول ايه؟ الزمالك هيتغلب 6، هنكسب 4، ده لو راح بالاحتياطي ما يروحش الملعب اساسا. طب ما عليك وكسبتك، صح؟ كسبتك بضربات الجزاء، وما جيت خدت مني السوبر المصري كسبتني بضربات الجزاء. تمام. فهي القصه ايه؟ يعني ممكن دوافع ولاعيبه رجاله في الملعب وطريقه لعب ومدير فني وخطه يكسب النادي الاهلي. لكن هتيجي تقول لي مثلا بالسكواد الزمالك مدير فني وخطه ودوافع تكسب ريال مدريد؟ لا، ما تكسبش ريال مدريد. تكسب مانشستر سيتي؟ لا، ما تكسبش مانشستر سيتي. ليه؟ فوارق كبيره. لكن فوارق ما بين الاهلي والزمالك مش كبيره. وبدليل اللي انا قلته امبارح مع كابتن سيف زاهر، ان امبي تعادل مع الاهلي، فاركو تعادل مع النادي الاهلي، بيراميدز كان كسبان النادي الاهلي وفضل كسبان النادي الاهلي وجاب جون في النادي الاهلي وبيلعب 10، وبعد كده الاهلي تعادل وضيع ضربه جزاء والمباراه انتهت تعادل. في فرق تانية تعادلت، انا مش فاكر، الاتحاد اتعادل وحتى في ماتشات كتير قوي الاهلي كسبها كان بخطأ تحكيمي.
كرة رشيد في مع احمد نبيل كوكا، كرة يحيى عطية الله ما جت في ايده، كرة الشناوي ما حضن فخر الدين بن يوسف، كرة الجونة اما رامي ربيعة كان عليه ضربة جزاء وبعديها ياسر ابراهيم عليه ضربة جزاء. فيعني طبيعي ومنطقي ان الكوره قريبه مش بعيده، لعيبه كويسه. الاسماعيلي مثلا كان مغلوب الشوط الاولاني اعتقد 1-0 بضربه جزاء، وكان ضربه جزاء واتحسبت ضربه جزاء تانية وضاعت. يعني يعني والاسماعيلي فريق للاسف مهلهل دلوقتي، ما عندوش لعيبه. الشوط الثاني الدنيا فتحت، وما عندوش سكواد وما عندوش لعيبه وما عندوش احتياطي، وعنده محمد حسن يعني كان لعيب اساسي جاله قطع في الوتر اكيلس، ربنا يشفيه ويعافيه يعني. فلو المباراه الفرقتين مركزين، والفرقه الثانيه اللي هي اقل في السكواد مركزه وعندها دوافع ولاعيبه رجاله في الملعب، ممكن تعمل نتيجه. وده اللي انا قلته، ان حتى النادي الاهلي وهو قد السكواد بتاعه قد شباب بلوزداد 3000 مره. هو الاهلي كسب شباب بلوزداد في مصر كام؟ 6-1 صح؟ كان في تريقه بقى على فكره 6-1 وكده. طب اما راح هناك الاهلي عمل ايه؟ خسر من اللي كسبه 6-1، خسر 1-0. معناه كده ايه؟ ان مفيش مستوى غريب، ان ممكن تكون مباراه يعني مفاجاه كده. ازاي تتغلب من اللي انت كسبته 6-1 تتغلب 1-0؟ ما يجي اورلاندو، شفنا اورلاندو في اورلاندو فرقه عاديه وقال الناس كانت فاكره انها هتبقى سان داونز وكده. اما جاي اورلاندو في مصر لا، بان ان الفرقه كويسه جدا. يعني هو وكسب الاهلي. ففكره ان الاهلي لا يقهر، لا الاهلي بيقهر، يعني بيتغلب عادي وبيتعادل مع فرق عاديه وسكوادها اقل منه بكتير وكده يعني. وحتى كمان كنت بتكلم على الاخطاء التحكيميه، طرد احمد توفيق وده طرد يعني في النهايه، وغير من شكل ونتيجه اللقاء يعني. كان ممكن بيراميدز يكسب لو ما فيش طرد. لكن في النهايه اللي انا عايز اوصله للناس ان الاهلي ممكن يكسب وده طبيعي، وان الزمالك ممكن يكسب على فكره، وان المباراه ممكن تطلع تعادل. لكن فكره ان المستوى رهيب وما بين الاثنين، لا، ده الناس بتصدر ده للناس. كرة القدم والليفل اللي احنا بنلعبه مفيش فوارق، اللي بيفرقك هم شوية فلوس مع شوية لعيبة. لو اللعيبة دي مش هتأدي أداء جيد في الملعب، في النهاية اللعيبة دي مش هتبقى عادية في الملعب. يعني ما تيجي كده تفند السكواد بتاع الزمالك وتفند السكواد بتاع الاهلي، هتقول محمد الشناوي مثلا حارس جيد جدا، ومصطفى شوبير حارس جيد جدا. طب وعواد وصبحي جيدين جدا، ممكن الشناوي اكثر خبره، مصطفى شوبير موهبه كبيره. لكن هل الفوارق بين عواد وصبحي ومحمد الشناوي ومصطفى شوبير فرق السما من العمى؟ لا عادي، في فوارق بس بسيطه. نروح للباك رايت، محمد هاني وعمر جابر، يعني الاثنين قريبين من بعض على فكره، مفيش فوارق. طيب نروح مثلا لرامي ربيعه او ياسر ابراهيم او اشرف داري، حسام عبد المجيد مثلا، والونش مكان في عز الونش طبعا مصاب ومش الفت بتاعه، في صلاح الدين مصدق مثلا. طب الباك ليفت، عندك باك ليفت مثلا كريم ديبيس ومحمود بن طايق او فتوح، عادي. فوارق ايه يعني؟ يمكن محمود بن طايق وفتوح احسن من كريم لسه جاي. طيب نص الملعب، مروان عطيه ودونجا. مروان عطيه ملتزم ومنضبط وكده، لكن عنده مشاكل ان هو ما بيشوطش ما بيزيدش. كان اول جون يجيبه هو ضربه الجزاء. دونجا بيزيد بيشوط، ممكن طريقه تحليقه او قطعه اقل من مروان، لكن الاثنين مش بعاد يعني الاثنين مش بعاد قوي في المستوى يعني. تيجي من قدام بقى او امام عاشور، بسم الله ما شاء الله فارق بصوره كبيره جدا ولعيب كبير وبتاع. لكن عبد الله السعيد لعيب كبير قوي قوي قوي، رغم هي مشكله عبد الله السعيد كبر سنه انه كبير بس، لكن هو بيأدي. نيجي ناصر ماهر لا يقل عن امام عاشور. ناصر ماهر لا يقل عن امام عاشور، لعيب كويس جدا بس عايز استمراريه وعايز اصاباته تقل. تمام. ما تيجي محمود جهاد، عمرو السوليه. عمرو السوليه اكثر خبره وبتاع بس سنه كبير. محمود جهاد جاي في الطريق. عندك زيزو لعيب كبير ولعيب، يعني انت بتكلم حسين شحات، طاهر محمد طاهر، لا زيزو في المفترض انه افضل دلوقتي يعني عامه. تيجي مصطفى شلبي لعيب كويس جدا مش وحش،
وبيروح واحد على واحد وبيعدي. عندك سيف الجزيري، عندك ناصر منسي الاسطوره، عندك هناك قفشه، عندك يعني هنا بقى بتزيد بقى مثلا عندك ايه، وسام ابو علي جامد، ممكن ما عندكش نفس الليفل بتاع وسام ابو علي. عندك جراديشار لعيب كويس، عندك قفشه، عندك مين تاني يعني في لعيبه، اشرف بن شرقي، لو هو مستواه بتاع سنتين ثلاثه فاتوا، لا لعيب جامد وبيعرف يجيب جون وبيعرف يعدي واحد على واحد، فلعيبه كويسه جدا جدا. عندك محمد عبد الله لعيب طالع كويس جدا في مكانه، وعندك محمد السيد اللي اصغر منه، اللي اصغر من محمد عبد الله، لعيب كويس جدا محمد السيد، بس عايز برضو يبقى اهدى وخبراته كده. وبالتالي الاتنين مش بعاد، الاتنين المستويات مش بعيده. الاهلي ما بيلعبش فريق درجه ثالثه، ولا الزمالك بيلعب ريال مدريد، يعني عادي، يعني المستويات قريبه. هي اللي بيفرق يوم الماتش، يوم الماتش اداء اللعيبه، تركيزهم، تنفيذ الخطه، دوافع اللعيبه، قدره المدرب على انه يعمل قدره المدرب ان هو يعمل حاجه يعني او طريقه تنجح. طيب، امام عاشور وبن شرقي هيهدفوا، هيجيبوا جوان ممكن. آه، هي كوره محمود جهاد دي تستاهل طرد؟ لا ما تستاهلش طرد طبعا، طبعا ما تستاهلش طرد. هو الكابتن بس يعني تحس ان هو كان مين يا رب اللي طرد ده 8 9 انذارات ده؟ طرد مضحك يعني، كان طرد مضحك، بما يعني ما فيش اي حاجه، ولا هجمه واعده، ولا تهور، ولا اهمال، ولا اي حاجه، عادي تنافس ما بين اتنين كوره، زقه بسيطه، فاول، ما فيش حاجه. طيب، على العموم يعني ده كان بس رساله عايز اوصلها للناس. احمد ابو ياسر هتشيله يا كابتن، وجهه نظرك. الاهلي كابوس برضو وجهه نظر. هو ناصر ماهر هيلعب يا كابتن احمد؟ لا ناصر ماهر مش هيلعب، ولا ناصر ماهر هيلعب، ولا فتوح هيلعب، ولا جهاد هيلعب، ولا المسلوسي هيلعب. كل دول كانوا موجودين قبل كده يعني، بس مسلوسي اصيب اصابه كبيره. طب تعال نروح لتشكيل الفرقتين، وده بنسبه 90% يعني. تعال نبتدي بالزمالك كده. الزمالك قد يبدا بمحمد عواد، وقدامه حسام عبد المجيد، والونش، واحمد حسام. هيلعب 3-4-3، وهيلعب نص الملعب عمر جابر، محمود بن تايج، ودونجا، وعبد الله السعيد. وهيلعب قدام زيزو، مصطفى شلبي، سيف الجزيري. على دكة البدلاء هتلاقوا محمد صبحي، صلاح الدين مصدق، هتلاقوا محمد شحاتة، هتلاقوا احمد الجافلي، الجفالي او جافلي اللي هو اللاعب التونسي الجديد. هتلاقوا مين تاني، ناصر منسي، حسام اشرف، مين تاني يا جماعه، محمد السيد. يعني دول تشكيل الزمالك. نروح بقى لتشكيل النادي الاهلي. هيلعب بمحمد الشناوي، هيلعب بكريم الدبيس، هيلعب بمصطفى العش، وهيلعب برامي ربيعه، وهيلعب بمحمد هاني. هيلعب نص الملعب، هيلعب ب احمد رضا، وهيلعب بمروان عطيه، وهيلعب بامام عاشور، وهيلعب بمحمد عبد الله، وهيلعب بوسام ابو علي وجراديشار، او حسين الشحات وسام جراديشار يعني. هو ده التشكيل. طبعا عمر كمال مش موجود في القايمه، قفشه مش موجود في القايمه. دي اللعيبه هتغيب عن اللقاء. عمر كمال بره القايمه، عمر كمال وقفشه طبعا بقى. واللعيبه اللي هي يعني مصابه، طاهر محمد طاهر مش موجود في القايمه. ف وطبعا دكه البدلاء في كتير بقى. دكه البدلاء هتلاقي مصطفى شوبير، هتلاقي سواء بقى حسين الشحات او محمد عبد الله اللي هيبدا فيهم. هتلاقي طبعا مين تاني يا جماعه في على دكه البدلاء؟ اشرف بن شرقي موجود على دكه البدلاء. لو ما بداش بجرادي شار وسام ابو علي مع بعض، في كلام ان هم هيبداوا الاثنين، هيبقى في الغالب وسام ابو علي هو اللي هيقعد على الدكه وينزل جرادي شار هو اللي هيبتدي، يعني كلام من هذا القبيل يعني. يعني يا كابتن توقعاتك كام عشان عايزين لايف بعد الماتش ونشوف كلامك صح ولا لا، بعيدا مع اني اهلاوي بس كلامك احترم. اولا انا توقعاتي
بتبقى مبنيه على دوافع. انا توقعت توقعات سليمه كتير جدا يعني، لكن النهارده كل شيء وارد. يعني النهارده ممكن الاهلي يكسب، وممكن الزمالك